حدث في قطاع غزة بسبب المجاعة. كتب أحد الشباب وقال: وأنا عائد من دفن ابن عمي عند مفترق الاتصالات في قطاع غزة، فجأة شفنا راجل بيمشي بخطوات ثقيلة، يعني بيمشي بصعوبة، فجأة سقط. والله العلي العظيم ما أنا قادر أنقل هذا الخبر. فجأة هذا الراجل سقط، راحوا جراي، راح يشوفوا ليش وقع، ايش صار معاه. طلبوا من الجيران شوية مية لا يشربوه، قوموه، قالوا له مالك مريض معاك شيء؟ قال لهم لا. ايش كانت الإجابة؟ قال لهم أنا إلي يومين مش ماكل، لا أنا ولا أولادي، وقاعد بدور لهم على أكل. وصمت فجأة، وهنا كانت الصدمة، صمت وبعدها مات. أنت متخيل هذا المشهد؟ تخيل هذا المشهد صار قدامك، تخيل. انتم مش مصدقين انه احنا في مجاعة، مش قادرين تصدقوا انه احنا في مجاعة. هي الراجل مات. الله لا يسامح اي بني ادم ما بنشر هذا الفيديو لكل العالم، خلي العالم كلها تشوف ايش بصير فينا الان في غزة. بنوقع من طولنا كرجال وبنموت. انشروا كل اللي بيصير فينا في قطاع غزة لكل العالم. انقذونا من الجوع. احنا بني ادمين، واذا عندك يعني شوية ضمير وعندك شوية دين اعملوا متابعة، خليكم معانا، اقل القليل خليكم معانا، اعمل متابعة لهذا الحساب، اعمل متابعة عشان احنا مش عارفين لسه ايش اللي مستنينا في الايام اللي جاية. اعمل متابعة عشان تعرف ايش اللي بيصير في غزة، اعمل متابعة. لو اشي عليه رقص واشي كذا كان عملت على طول متابعة. اعمل متابعة عشان تشوف ايش اللي بيصير معنا، وهذا الاشي بخفف عنا. أقل القليل خليكم معانا.